طيب انا طبعا لفت نظري التبعيه اللي احنا عايزين نتخلص منها. خلينا نفتكر يعني احنا بنتكلم عن مرسي ان هو بيتكلم بالانجليزي وبيوصل رسائل والكلام ده. هي مش رسائل طبعا شفرات، ولكنه ممكن قد يكون فعلا بيكلم الغرب، لان الغرب مش محتاج يعني ان انت تكلمه بالانجليزي، انت قولها بالعربي وهم هيترجموها وهيبعتوها، مش محتاج ولا انجليزي ولا فرنساوي. كينيا هترجمها كيني وهتكتبها في الجرايد الكينيه. لكن احنا مش مرسي بس، افتكر معايا التلفزيون المصري على مدار شهور هو كاتب كده على الشاشه ايجيبت فايتنج تيروريزم، مصر تحارب كل القنوات بتعليمات طبعا، لان مش كل القنوات تجانست مع بعض فجاه وكتبت لنا ايجيبت فايتنج تيروريزم، مصر تحارب الارهاب. فده برضو نفس الكلام، احنا عايزين بقى ننتقد كله ونكون معاييرنا واحده. مصطفى حجازي لما كان يطلع في المؤتمرات ويتكلم بالانجليزي، بيتكلم بالانجليزي ايه؟ بيتكلم بالعربي، احنا هنفهمك وهم هيترجموا ويبعتوا لكل عواصم العالم بكل لغات العالم. دي حاجه. الحاجه الثانيه موضوع الجلوبال فاير باور، لما صنفت الجيش المصري فعلا انا لافت نظري هو طبعا اتحرك من 14 ل 13، ولما بصيت على تصنيفها للجيش الاسرائيلي والمقارنه انا فعلا حسيت بسعاده فعلا والله. ليه؟ لان انا شايف بيقول لك هو مثلا التانك الدبابات عندنا 4767 دبابه، هم 3870. دي على فكره مش ارقام سريه ولا حاجه اللي يفكر ان انا بفتي. الطيارات المقاتله عندنا 1309، عندهم 771 وهكذا وهكذا. فانا شايف فعلا ان المكونات بتاعت الجيش المصري تطمني. ال11 بس هو اصل المعايير لا، ما هو اصل في حوالي 40 او 50 معيار، مش داخل فيها بس المعدات، داخل فيها الجغرافيا وداخل فيها تخيل الدين المحلي والدين الخارجي والموازنه. والله يعني بص هنا الديفنس ميزانيه وزاره الدفاع والاكسترنال فلوس ودعوه الجيش الجغرافيا وطبيعه الجغرافيا وطبيعه البترول اللي بيتمول بيه المعدات ازاي بتعمل. عندك اقتصاد حرب ولا يعني كل حاجه. فلا انا شايف ان في حاجه تطمني، ودايما عايز افكر ان عدونا الرئيسي معروف، عشان زي ما الدكتور عبد المنعم قال مش عايزين اجيب عسكري وافضل اقول له كل يوم عدوك، النهارده هقول له عدوك مين، يقول لي عدو اسرائيل. شايف ان عدوك بكره وبعده هلاقيه بيقول لي عدو الرئيسي. عدونا الرئيسي هو الجيش، عدو الاسرائيلي. انا خفت ليه؟ عشان طيب اللي بعد كده عدونا الرئيسي هو الكيان نفسه. لا انا اطمن ليه؟ طول ما جيشي باصص بوصلته مظبوطه، وطول ما انا شايف معدات العسكريه كده حاجه ما شاء الله في المقارنه يعني حاجه تطمني. لا فعلا تقرير جلوبال فاير باور اسعدني النهارده فعلا يعني. الحاجه الاخيره بقى مساله اوكرانيا، لا هي فيها تقارب. انا مختلف بقى ليه؟ ده هو المشهد المصري بالظبط. ايه اللي حصل بقى؟ خرج المتظاهرين في الشارع، الرئيس قال انا ولا يهمني حد ومش عارف ايه، الشرطه بتاعتهم استخدمت القمع ضد المتظاهرين والقناصه. النهارده كله منشور في كل حته، مش عارف الجرايد المصريه ليه مش جايباها بوضوح، انما العالم كله بيتكلم بيقول لك ان القناصه كانوا يضربون المتظاهرين. وبعد كده بقى ايه اللي حصل؟ القناصه موتوا 77 واحد من المتظاهرين في خلال يومين 2 ورا بعض. ثم استمر هذا الشعب بنفس طريقتنا، واذا الشرطه تنسحب من الشوارع، واذا المتظاهرين يكونوا لجان شعبيه، واذا الرئيس يخرج من العاصمه كييف لمدينه في الشرق عنده حلفائه. والمتظاهرين مدينه بتفكرني بالمدينه اللي في الشرق عندنا برضه. الرئيس غادر القاهره وراح مدينه في الشرق، برضه نفس الكلام، الرئيس غادر وراح مدينه في الشرق قريبا من حلفاء. ايه اللي حصل بقى؟ منتخب ايه اللي حصل بقى؟ مبارك لم يكن منتخبا. برضه على فكره اوكرانيا مش في غرب اوروبا، اوكرانيا في شرق اوروبا ودوله فقيره وحالتها صعبه جدا وما تعتبرش من دول الغرب ولا عضو في الاتحاد الاوروبي. كانوا عايزين بلد حلوه حلاوه، احلى بنات. كانوا عايزين بلد حلوه حلاوه. الكلام بقى اللي هو الجزء الغربي ده، الجزء الغربي اللي يلفت نظري بقى اكتر من كده. طبعا الرئيس غادر مكانه وقصر الرئاسه فاضي ومقر اقامه الرئيس فاضي، والبرلمان اصدر بيان عشان يطلع رئيس الوزراء اللي كان عليها خلاف، اللي هي مواليه للاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي كان رافض انضمامهم لحد ما الست دي تخرج لانها معتقله سياسيه، حاجه كده مش عايز اقول يعني. لا هي متهمه فساد، ما يوليا تيموشينكو كانت رئيسه وزراء ومتهمه بسوء استغلال منصب. لا ده هو اللي اتهمها بالكلام ده عشان يظبطها. المهم بعد كده بقى راحت وزاره الداخليه راحت مطلعه بيان، وكأن المشهد المصري بيعاد تاني يعني ايجيبشن ستايل. بيقول لك ايه بقى؟ فرئيس وزير الداخليه انه مرسي يوافق ان هو يمشي. انا بتكلم على مبارك، بيتكلم عن مبارك. هو عامل وزير الداخليه الجديد بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك الشرطه الان سوف تكون في صف المتظاهرين الذين حاربتهم على مدار ايام وقتلوا 77 شخص. بعدين راحت الوزاره نفسها مطلعه بيان بتقول لك سوف تكون الشرطه في خدمه، يعني هو بيقول لك يعني حصريه اكسكلوزيف، لكن بيقول لك حصريه للشعب الاوكراني وتشاركهم كليا في رغبتهم في التغيير. فاكر انت اللي هو ايه؟ الشرطه في خدمه الشعب
الشعار اللي اتغير بعد الثوره. يعني هو نفس المشهد، حركه الشعوب وحركه الجماهير واحده في الاخر. هو مش عايزين نقول ان التاريخ بيعيد نفسه، لكن الدلالات بتعيد نفسها، الاشارات بتعيد ان نفسها. مبارك ومرسي وعم يانوكوفيتش لا يدركون حركه الشعوب، معنى حركه الجماهير لا يدركون. هم الثلاثه كمان خلينا منتخب بقى مش منتخب، الراجل ده مش منتخب في انتخابات غير نزيهه، يعني نفس الكلام. يعني كانت رئيس وزراء منتخبه وعملت انتخابات رئاسيه مبكره. المستخلص ان احنا عندنا تناحى من نوع خاص في حاله مرسي، يعني تناحى من نوع خاص. شكرا بس شكرا.